صباح الخير، انا داخل جوجل ميت دلوقتي، فما لحقتش اصور والله قبل كده، وانا ما بحبش عاده اصور الصباح بتاعي عامل ازاي. ما بستلطفش الجو ده، بحب ابقى يلا نخش في المواضيع على طول. النهارده عندي جوجل ميت مع براند في الامارات، فولو اب كونسلتيشن من شهر، نشوف ايه اللي حصل ووصلنا لايه. هستأذن لو ينفع اصور، لو ما ينفعش اصور فانا مش هصور، لان الحاجات دي بتبقى يعني ايه، سرية، ما ينفعش ان احنا نعرضها للناس يعني. بس هو براند جامد جدا جدا في الامارات يعني، وان شاء الله يكسروا الدنيا اكتر واكتر. يلا، بسم الله، يا رب اليوم يكون فيه بركة وخير. انا خلصت الميتنج ومنتجت حلقة ياهو. عقبال يا رب ما تمنتج الكورس، عشان الكورس ده هينقلك نقلة تانية. هيوديني فين؟ لا، هينقلك نقلة تانية. الناس كلها محتاجة الكورس اللي انت بتعمله. انت متأكدة ان انت بتقوليه؟ ايوه، انا واحدة من الناس محتاجة الكورس ده، عشان انا جوزي ما بيساعدنيش في البراند بتاعي. دي مأساة اعرف دي. اعرف واحد سايب مراته عندها براند، محتاجة حاجات كتير قوي في الإدارة. مش هضحك عليكم، انا صاحي النهارده مش عايز اصور فلوجز، مش عايز اكمل. بس قلت ايه ده، انا مخستع بدري قوي كده، هخستع في اليوم الخامس تقريبا، ده اليوم الخامس. الموضوع مش سهل، لان انت عشان خاطر توثق اللي بيحصل في اليوم وتنظم اليوم وتحاول كمان ان انت تكون مستمر على الموضوع لاطول فتره ممكنه. انا بدأ يطلع لي حبوب تاني في كل حته في وشي من كتر التوتر. بلس ان انت انا كمروان بشتغل كتير جدا الحمد لله، بس الايراد بتاعي يكاد يكون يعني مصروفي ضعفين ايراد، يعني فاهم اللي هو يعني مصروفي اكبر بكتير من الايراد. فالفكره في ان انا بعمل 15,000 حاجه، وفي الحمد لله كذا حاجه بقدر ان انا اعملها، بس في نفس الوقت مع بقى كتر الشغل والنتيجه اللي انت ما بتبقاش لاقيها في الاخر غصب عنك، ما بيبقاش فيه شغف. فما بيبقاش فيه دافع ان انت تتحرك، فاهم، غصب عنك انت مش قادر. فهي الفكره ان مهما كان ضغطك النفسي، مهما كان ضغطك نتيجه للفشل، مهما كان الضغط نتيجه للمجهود اللي انت بتبذله كل يوم وانت بس اللي شايف الفيجن ومفيش حد مصدق فيها، فصدقني انت ما عندكش اي حاجه تعملها غير ان انت تكمل. وبعد ان انت تكمل هي ان انت تحاول تدخل ايراد ذكي. يعني ايه ايراد ذكي؟ يعني ان انت تدخل، بتبيع حاجه تقدر تبيعها ل1000 بني ادم من غير ما تحط فيها مجهود كبير. فعلشان ما تحطش فيها مجهود كبير، او مش هقول مجهود كبير، كده كده في مجهود هتبذله، بس ما يبقاش مجهود مستمر، يعني ما تبقاش طاقه عماله تخرجها، ما تقعدش تخترع في حاجات فتفتح على نفسك شغل زياده على الفلوس اللي انت المفروض تاخدها. انا برضه نفس القصه كده، في الساعات بقعد اشتغل مع عملاء كتير جدا 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 على ايراد في الاخر ممكن اخده بعد فتره بعيده قوي. فبفكر في الفتره الحاليه ازاي اخلق المنتج ده يبقى سهل ان انا اقرر بيعه ويكون في نفس الوقت فيه افاده، يعني هو بنفس الافاده، بس اعمل مجهود مره واحده وراقب بقيه اليوم عادي، لكن ما اقعدش كل يوم اعمل مجهود علشان اجمع الايراد. فانا كمروان اخترت ان الحرب بتاعتي في اللونج تيرم، يعني خلاص انا هعمل مجهود انا بحب اعمله، انا بحب اصور كونتنت، بحس بالثيرابي، بحس ان انا مبسوط، مش باصص بقى على النتيجه. انا اصلا ما بقاش واخد بالي من الفيوز، وبلاقي ناس هي بتقول لي فكك يا عم انت جايب 19 فيو ولا جايب 20 فيو. فانا ما بقتش ابص على الارقام نهائي في اي حاجه، ببص على المجهود اللي ببذله ازاي اكون اذكى فيه، ازاي تكون اذكى في مجهودك علشان تعرف تتحكم في مصروفاتك علشان تحصل ايراد اسرع. ودي اهم حاجه في اي بيزنس. كل ما قدرت ان انت تحصل ايرادك بسرعه، كل ما قدرت تكسب اكتر. تكسب فعلا من الحاجه اللي انت بتعملها، لازم الاول تبص على الريفينيو موديل، الاسلوب اللي انت بتلم بيه فلوسك. تلم فلوسك على شهر؟ لا، شوف الطريقه اللي تلم بيها فلوسك، تحصل بيها فلوسك اسرع. زي مثلا ايه، عندك تيشيرت الشيبمنت فور فري، لو عميل دفع انستا باي او دفع بالفيزا مثلا، الشيبنج فور فري، هشيل الشيبنج من عليك. ليه؟ عشان انت لازم تحصل فلوسك اسرع، ما تستناش لما بوسطه تقعد تحول لك في الفلوس ما تستناش لما العميل يستلم، ما تستناش لما تحصل فلوسك اسرع. كل ما حصلت فلوسك اسرع وقدرت تديليفر الفاليو، كل ما كان الموضوع بقى اقيم وافيد لك واحسن لك، وهتعرف تاخد قرارات صح. لكن لو انت عندك ايراد كبير بيجي لك كل 60 يوم، انت بقى في ال 60 يوم هتصرف ازاي؟ فاهم قصدي؟ فانت محتاج تكرر الموضوع، يعني انت بعد 60 يوم ان شاء الله حياتك تكون ايه، مستقره. بس انت بقى
شوف ازاي هتسرفايف لحد ال60 يوم. بس الفكره ان انا الكلام ده كله جه لان انا من الكونسلتيشن اللي انا كنت فيها، احنا الاثنين في كهرباء كده لمست اللي هو احنا عندنا نفس المشكله. بس انا ما قلت لهاش طبعا انا عندي نفس المشكله، بس 90% من مشاكل الماليه ومشاكل البيزنس هتخلص لو بتعرف تحصل فلوسك اسرع وتعرف تتحكم في مصروفاتك اكتر. تعالى بقى، احنا اصلا عايزين نروح نتفرج على ماتش المنتخب، وعندي بعد كده كونسلتيشن بعد ماتش المنتخب، وعندي بعد كده اديتنج للكورس واديتنج لحاجه بحضر لها. فبرضه الليل بتاعي طويل قوي، وربنا ييسر ان شاء الله الحق اصور لكم بقيه اليوم. اسف ان انا رغيت الفتره دي كلها، بس حسيت ان هي حاجه مهمه لازم اقولها بعد الكونسلتيشن، وربنا ييسر. اللي متابعني من زمان بس هو اللي هيعرف ان انا عندي حته كده اسمها ايه في الطريق، فجاي دردش معاكم في الطريق. ساعات لما بتبقى مقفله كده قوي ومش عايز تظبط في اي حاجه من الحاجات اللي انت بتعملها ومعصلجه. انا فاكر ان انا في مره كده كان من الحاجات اللي كانت معصلجه معايا قوي ايام الMBA، كنت بذاكر سبلاي تشين. فالمهم ان انا في مساله ما عرفتش ان انا احلها خالص، قعدت مثلا فيها ساعتين اذاكرها، وبعد كده ساعتين بحاول احلها، وبعد كده ساعتين اذاكرها، وبعد كده مفيش خالص، مش عايزه تتحل. تمام، رجعت كل المحاضرات برضو مش عايزه تتحل، كل حاجه عماله تتحل غلط. ففاكر ان انا دخلت الاوضه واتعصبت، يعني جات لي بقى حاله عصبيه ان انا متعصب، لان انا كنت جاي من الشغل برضو كان عندي مشاكل، فانا كنت عايز اتنفس بسبب المذاكره. ففاكر ان انا يعني جالي بانيك من العصبيه، يعني قعدت اتعصب، كسرت حاجه، عصبيتي مش عارف اهدى، يعني خلاص فقدت السيطره على اعصابي. المهم ان انا بعدها قعدت استغفر ربنا، قعدت اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي، وبعد كده فتحت المساله وحليتها تاني واتحلت. فالمساله دي ممكن اخدها من منطلق اللي هو ان الحاجه اللي بتبقى متقفله وتوصل لاخرها خالص، فظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. النقطه دي مهمه قوي قوي قوي. وانت شغال الشغل كتير وبيبقى موجود كتير، ولو انت كويس الشغل هيجي لك لحد عندك، والازمات اللي بتتحط والله بتبقى من اعمال ايدك في الاخر. يعني اي ازمه انت بتتحط فيها هو بيبقى سوء اداره منك في الاول في الاخر. لازم تلوم نفسك انت الاول، وما تلومش الناس، ما تلومش المجتمع، ما تلومش الناس اللي حواليك، ما تلومش المدير بتاعك، ما تلومش صاحب الشغلانه، ما تلومش اي حد. لوم نفسك انت الاول، حط على نفسك انت الغلط الاول، وفكر ازاي تحل المشكله. بعد ما تفكر ازاي تحل المشكله تعمل اللي عليك زي ما انا عملت كده. قعدت اذاكر واحاول تاني، وبعد كده قعدت استغفر واصلي على النبي، وجيت احل السؤال والسؤال اتحل. الفكره بقى ان انا بعد ما حليت المساله دي اتذكر كويس ان انا قلت والله برافو عليا وبتاع، انا جامد ومفيش مني اتنين. فافتكرت ايه في سوره الانعام تقريبا في الصفحه الرابعه تقريبا، مش فاكر. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الآية دي يعني بتمثل كل بني آدم بيشتغل كتير وبتقفل معاه، وبعد كده بتتحل فيحس ان هو ذكي والدنيا تكون كويسة. خلاص غامقة والدنيا كده خلاص انت هتموت، فبتدعي يا رب حلها في سرك تضرعا وخفية، يا رب انا خايف ما عنديش غيرك. بعد كده تدعونه وتضرعونه لئن انجيتنا. اوبا، قلت واحد حبيبي دلوقتي فاضطريت ان انا اوقف الفيديو. ومشكلة ان هو بقى حاجه جامده قوي في الكوره. فاتفقت معاه نعمل حلقه بودكاست قريب ان شاء الله. انا قررت ان احنا نقعد لان الموضوع مهم. الايه كانت قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. ان انت بتقعد تدعي كده ربنا وانت في الخفاء، وتقعد تدعي كده وانت مستخبي، وانت بقى خلاص عارف ان ما فيش غير ربنا اللي يحلها. يعني انت تبقى عارف كده ممكن ده خلاص توصل لمرحله انت ممكن ان هي ما فيش هي بتاعت ربنا، كله بتاع ربنا اصلا. يعني اي حاجه انت في دماغك بتاعت ربنا، عايز عربيه بتاعت ربنا، عايز شقه دي بتاعت ربنا، عايز تبيع احسن بيع ده بتاع ربنا، زائد السعي بتاعك. اي حاجه هي بتاعت ربنا، اي حاجه انت بتحلم بيها هي بتاعت ربنا كلها، بس ليها مواعيد وليها اقدار
وربنا بيقدرها في الوقت الصح. المهم ان انت لما بتقفل بقى، يعني انت في ابتلاء او اختبار، فانت بتبقى خلاص عارف ان مفيش مكان. لما بتتفك بترجع تاني تقول ده انا وانا. الفكره في ان الايه دي لما تدبرتها شويه النهارده، شويه كمان، لان النهارده فعلا ده مش عارف الفلوج ده هطلع بيه بايه، بس اليوم كان فيه مشاكل اكتر من الحاجات الحلوه. بس حسيت ان انا ممكن ان شاء الله ان كل حاجه هتتحل، ممكن باذن الله ان كل حاجه هتتحل، ممكن ان انا عندي فيجن وان ان شاء الله ربنا هيجازيني على السعي، وعارف ان شاء الله هيجي الوقت اللي اشوف فيه ثمار كل حاجه انا تعبت فيها. بس الفكره ان انا اكتر من مره لما تتفك وتتحل لحد الاخر احس ان انا اللي عادي، انا اللي جامد، وانا والتانى. فهي دي الفكره، يعني مش عايزك تكون زيي، عايزك تبقى احسن مني في النقطه دي. ويا رب يعني يثبتنا ويثبتكم، وان شاء الله ان شاء الله بكره يكون يوم افضل. بكره عندي ميتنج مهم قوي الساعه 6، ادعولي. وبكره غالبا لو انت هتتفرج على الفلوج هيبقى النهارده، يبقى اليوم بتاعك يعني، فادعولي. وان شاء الله في حلقه بكره هتنزل اسمها بستايل جديد كده، حتى بالقاء جديد، بكل حاجه جديده. اسمها ماذا لو استمرت ياهو في السوق، يعني كان ايه اللي هيحصل لو ياهو فضلت مكمله وفي المنافسه مع جوجل. انا متحمس للحلقه دي. الحلقه دي بكره تنزل الساعه 8 يوم الثلاث الساعه 8. متحمس ليها ومتحمس لارائكم، وان شاء الله يكون فيها خير. وهحاول النهارده بالليل امنتج ما تبقى من الكورس. خلصت المرحله الاولى والمرحله الثانيه، واعذروني انا معظم الكونسلتيشنز اللي بدخلها او معظم الكلام اللي بنتكلمه في البيزنس، يعني العميل بيبقى على اريحيته خالص، فانا بحب يكون مستريح، ما بحبش ان هو يكون تنشن، فما بحبش ان انا اصور اللي احنا بنقوله. حتى لو الناس وافقت انا ساعات ببقى حاسس ان هو مش مستريح ومش بطبيعته معايا، فعلشان كده قررت ان انا ما اصورش الكونسلتيشنز، ما اصورش اللي بيحصل، بس ممكن اديكم فيدباك لما الناس تبعت فيدباكس تانية. وانا بديلكم الخواطر بتاعت كل كونسلتيشن، يعني الكونسلتيشن دي انا استفدت منها في ايه والناس كانت محتاجه تسمع فيها ايه، لعل وعسى ان دي تفيدك او تلمس معاك في حاجه. شكرا ان انت وصلت لحد هنا، وشكرا انت بتتفرج كل يوم على الفلوج. اشوفكم في فلوج جديد. ما تنساش ان انت تشترك في القناه، اتفرج على الفلوجز اللي فاتت، واستنى الفلوجز اللي جايه اللي هتبقى كل يوم، بننزل فلوج كل يوم، وده التشالنج 365 فلوج في السنه ان شاء الله. حاول وربنا ييسر ويعيننا ويعينكم. لو عندك اي سؤال سيبولي في الكومنتس او ابعت لي على انستجرام، وانا هرد على كل الرسائل اللي هي مش كتير يعني، بس انا برد على كل الرسائل والله، حتى لو كتير او قليل برد على كل الرسائل. فاشوفكم على خير في فلوج جديد. يلا سلام.